عسلامة ومرحبا بكم. اليوم رجعت لكم بوصفة جديدة، كيكة صحية 100%، كيكة التفاح واللوز. حاجة بنا بالحق، بنا حبيت نبارتاجي معكم الطريقة والروسيت للجماعة اللي تعرف الريجيم تاكلوا بدون تأنيب ضمير. بالحق تجي في كوتي العشية مع قهوة بنينة برشا. توا نشوف مع بعضنا المقادير والطريقة. دونك عندي لهنا كعبتين تفاح صغار ما يكونوش كبار، عندي 80 غرام شوفان، 80 غرام فرينة قمح، 50 غرام لوز بودرة، 50 مليلتر حليب، 3 مغارف وبيان 4 مغارف عسل. لهنا تعملوا واحدة سكر فاني والا واحدة سكر زهر، واحدة فيهم باكو خميرة وكعبتين عظم. دونك لهنا باش نبدا باش نحط العظم، العسل والسكر فاني، وبعد نكمل المكونات الكل مع بعضها باش نحط لهنا الحليب والخميرة واللوز والزيت، 50 مليلتر زيت. دونك نخلط الكل مع بعضه، ومن بعد باش نضيف هذاك التفاح ونكمل نخلط باليد، ما نخلطوش بالماكينه. ونحضر لي غامكا نتاعي. انا عملت لي غامكا هذوما، تنجموا تعملوا مولا كيك وتدخلوها للفور على 180 درجه لمده 35 دقيقه. هذه هي كانت الريسيت، ان شاء الله تعجبكم وتجربوها. شهيه طيبه الناس الكل. ما تنسيوش باش تعملوا جيم.